السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وصف الثانية الإعدادي. معاكم المستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. بس قبل ما أبدأ، أول حاجة الصلاة على النبي، ولو مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك واضغط لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. العالم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، بما تفسر كان العالم في حاجة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه العالم كان في حاجة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ برافو عليك. واحد، ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. اتنين، لينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. طب رقم 3، انتشار الظلم والفساد. إذن العالم كان في حاجة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ برافو عليك، ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، لينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. إيه تاني؟ انتشار الظلم والفساد. طب يلا نشوف الدول قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الدول قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كان عندي كم دولة؟ عندي 3 دول. أول دولة دولة الروم. طب هي احتلت إيه؟ احتلت بعض الدول العربية مثل مصر والشام. طب الديانة المسيحية على دين سيدنا عيسى. إذن دولة الروم احتلت بعض الدول العربية مثل نقط ونقط مثل مصر والشام، الديانة المسيحية. طب يلا نشوف دولة الفرس. احتلت بعض الدول العربية مثل العراق واليمن. إذن دولة الفرس احتلت بعض الدول العربية مثل العراق واليمن. الديانة الوثنية مثل النار والماء والكواكب. مثل إيه؟ النار والماء والكواكب. طب دولة الهند كانت تكثر فيها الديانات البعيدة عن عبادة الله. الديانة قدسوا البقر، كان بيعبدوا الإيه؟ البقر. إذن الهند كانت تكثر فيها الديانات البعيدة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. الديانة قدسوا البقر. طب يلا نشوف شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من الأنبياء. مهد يعني مولد. كانت مولد لكثير من الأنبياء. ظهرت بها العديد من الحضارات مثل حضارة عاد وثمود. الممالك مثل في الجنوب مثل معين وحمير. طب الغرب مثل مكة ويثرب. الشمال الحيرة والغساسنة. إذا شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من الأنبياء مثل عاد وثمود. الممالك في الجنوب معين وحمير، الغرب مكة ويثرب، الشمال الحيرة والغساسنة. دي الديانات. يلا نشوف أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. كده احنا عرفنا الدول قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف أحوال الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. أنا عندي أول حاجة الحياة الدينية الحنيفية، هي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له عن دين سيدنا إبراهيم. إذن في الامتحان لو جه سؤال قالك هي عبادة، ما المقصود بكل من الحنيفية؟ هي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له عن دين سيدنا إبراهيم. طب تاني حاجة عبادة الأصنام، كانت كل قبيلة بتتخذ صنم. طب المسيحية عن دين سيدنا عيسى. المسيحية عن دين سيدنا عيسى. طب اليهودية عن دين سيدنا موسى. عن دين سيدنا موسى. إذن الحياة الدينية عرفنا واحد الحنيفية هي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له عن دين سيدنا إبراهيم. 2 عبادة الأصنام، كان كل قبيلة بتتخذ صنم. المسيحية عن دين سيدنا عيسى.
اليهودية عن دين سيدنا موسى. يقول لك لاحظ انتشرت المسيحية واليهودية في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية. المسيحية واليهودية انتشرت بس كانت قليلة. انتشرت المسيحية واليهودية في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية، وبقى بعضهم على الحنيفية على دين سيدنا إبراهيم. دي الحياة الدينية. يلا نشوف الحياة السياسية. الحياة السياسية بما تفسر كان النظام القبلي هو السائد في شبه الجزيرة العربية. بما تفسر كان النظام القبلي هو السائد في شبه الجزيرة العربية. ليه؟ لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة، يعني زي عائلات كده. لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل منها شيخ يحكمها من بين أفرادها، ولها قانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد. إذا ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية. ليه؟ لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل منها شيخ يحكمها من بين أفرادها، ولها قانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد. كانت قبيلة قريش أشهر القبائل العربية. دي الحياة السياسية. يلا نشوف الحالة الاقتصادية. الزراعة، الصناعة، التجارة. ضيف عليهم الرعي لأنها الحرفة السائدة. وهتشوف في الدرس القادم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارع عليه الأغنام. الزراعة كانت قليلة ويزرع عليها الحبوب والثمار. ليه الزراعة كانت قليلة؟ بما تفسر كانت حرفة الزراعة قليلة في شبه الجزيرة العربية بسبب ندرة الأمطار. مفيش أمطار. كانت حرفة الزراعة قليلة في شبه الجزيرة العربية بسبب ندرة الأمطار. هخش على الصناعة. هو كان في صناعة عرفوا بعض الصناعات مثل الرمح والسيوف. عرفوا بعض الصناعات مثل الرمح والسيوف. التجارة كانت لها مكان هام. ليه التجارة مهمة يعني؟ بما تفسر كانت لمكة مكانة هامة في شبه الجزيرة العربية، لأنهم كانوا يقومون برحلتي الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. إذن لو جه السؤال قالك بما تفسر كانت لمكة مكانة هامة في شبه الجزيرة العربية، هتقول لأنهم كانوا يقومون برحلتي الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. يلا نشوف الرعي. هي الحرفة السائدة في البادية الصحراء. الرعي هي الحرفة السائدة في البادية أي الصحراء. دي كانت الحياة الاقتصادية. يلا نشوف الحياة الثقافية. اشتهر العرب بالشعر والخطاب. اشتهر العرب بالشعر والخطاب. أشهر الأسواق عكاظ وذي المجاز. طب هو طب من شعرائهم اسمه من شعرائهم النابغة الزبياني. اسمه النابغة الزبياني. دي الحالة الثقافية. بما تفسر لم تكن أسواق العرب مجالا للتجارة فقط. الأسواق بتاعت العرب مش مجال للتجارة فقط، إن هم يبيعوا فيه حاجة، مش مجال بس إنك تبيع فيه بس. بتفسر لم تكن أسواق العرب مجالا للتجارة فقط. الإجابة لأنها كانت ميدانا للتنافس بين الشعراء. بيتنافسوا لأنها كانت ميدانا للتنافس بين الشعراء والخطباء. إذا بتفسر لم تكن أسواق العرب مجالا للتجارة فقط. الإجابة لأنها كانت ميدانا للتنافس بين الشعراء والخطباء. خامسا الحالة الاجتماعية. انقسم المجتمع إلى البدو والحضر. البدو دول هم كانوا بيسكنوا والبدو ويسكنون الصحراء ويعملون براحي الإبل. يسكنون الصحراء ويعملون براحي الإبل. طب الحضر ويسكنون المدن
قاعدين في المدن ويعملون بالزراعة والصناعة والتجارة. إذن انقسم المجتمع إلى نقط ونقط: بدو وحضر. البدو ويسكنون الصحراء ويعملون برعي الإبل، برافو عليك. الحضر ويسكنون المدن ويعملون بالزراعة والصناعة والتجارة. بما تفسر: انتشرت بين العرب قبل الإسلام عادات سيئة. إيه العادات السيئة بقى؟ 1. الأخذ بالثار، اللي هو الأخذ به بالطار. 2. وأد البنات أي دفن البنات أحياء. وأد البنات أي دفن البنات أحياء. طب إيه تاني؟ شرب الخمر، كان بيشربوا إيه؟ خمر. 4. لعب الميسرة أي لعب القمار، أي لعب الإيه؟ الجمار. إذن بتفسر انتشر بين العرب العادات السيئة: الأخذ بالطار، وأد البنات أي دفن البنات أحياء، شرب الخمر، لعب الميسر أي لعب الإيه؟ الجمار. سؤال تاني بيقول لي بمتفسر: كان دي العادات السيئة. يلا نشوف العادات الحميدة. بتفسر: كان العرب قبل الإسلام يتصفوا ببعض الصفات الحميدة، مثل إيه؟ الشجاعة، شجاع جدا ما يخافش، الشجاعة. رقم 2 الكرم، يعدي على الضيف كده: تعالى اتفضل، تعالى اشرب شاي، عندهم كرم. أول حاجة الشجاعة، الكرم، الوفاء بالعهد، الوفاء بالإيه؟ بالعهد. العفو عند المقدرة، يعني واحد كبير كده ضرب واحد كبير قادر إن هو يضرب، بس العفو عند المقدرة، هو عفا. العفو عند الإيه؟ عند المقدرة. طب إيه تاني؟ حماية الجار، كان بيحمي الجار. آخر حاجة الصبر، كان عنده صبر. كان العرب قبل الإسلام يتصفوا ببعض الصفات الحميدة: 1. الشجاعة، 2. الكرم، 3. الوفاء بالعهد، 4. العفو عند المقدرة، 5. حماية الجار. طب رقم 6 الصبر. رقم 6 ليه؟ الصبر. حجب بعض النساء في المجتمع